السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وسلامة. يا رب دايما بصحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد وبمناسبة رمضان وبمناسبة كل حاجة حلوة في حياتنا. انا النهاردة جيت عشان اعمل الشاورما بحاجات جميلة وبسيطة وسهلة وبسيطة، وعملت برضو التومية. هي ما اتصورتش كلها يا جماعة، بس انا هقول لكم على الحاجات اللي انا عملت بيها. معلش المقطع ده ما اتصورش، ولكن هنيجي في الاخر ونقول. طبعا دي قناتي، لو ما تعرفهاش قناه اسرار المطبخ مع اروى. يا ريت تدعموني بلايك او شير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. انا هنا اهوت عملت حبه شاورما بالجمال والتحفه ديت وبالنظافه دي. وجبت طبعا الكايزر دوت وحمرت جنبها بطاطس. وهنشوف بقى الطريقه بقى بتاعتنا عامله ازاي، ونكمل الوصفه. تمام. بصوا يا جماعة، حاجات نظيفة وسهلة وبسيطة وفي البيت. وعملت التومية بكل وصفاتها الجميلة. هقول لكم عليها وإن شاء الله تنال إعجابكم. تمام. دلوقتي احنا بقى ايه عندنا هنا؟ هو بصلاية مبشورة. جبت هنا هو بانيه صدر فرخة المتوفر عندك، وقطعته مكعبات وحطيته كده، ضفته على البصلاية المبشورة. وضفت عليه كمان معلقة من الملح، ومعلقة من البصل البودر، ومعلقة من الثوم البودر. تمام. بالشكل ده. هحط طبعا كل التوابل قدام منكم عشان تعرفوها. هنا دي كانت اخر رشه عندي كاري. تمام. هنجيب طبعا تاني، انا بستخدمه كتير جدا في الفراخ والحاجات اللي هي بتاعت الفراخ دي. معايا هنا اهوت معلقه فلفل اسمر صغيره. معايا نص معلقه زعتر. كمان معايا هنا اهوت معلقه من البهارات. هحط طبعا معلقتين كبار من الخل، طبعا عشان تديني مزازة جميلة. وحطيت ربع معلقة من الصماء. انا هنا عندي نص ليمونة، رحت عصراها كده بالشكل ده على البانيه بتاعي او على الشاورما بتاعتي. وهبتدي بقى اقلب المكونات دي كلها مع بعضيها، ومعايا برضو معايا من معلقة من الصويا صوص. تمام. انا رشيتها كده بس رشة بسيطة عشان برضو مش عايزاها تديني لون جامد. وادي معلقة، نص معلقة من الصماء اهي يا جماعة. هقلب المكونات بقى دي كلها مع بعضيها بطريقة حلوة وسهلة كده عشان تمتزج مع بعضيها، وهركنها من ساعتين لثلاث ساعات. تمام. كل ما تسيبيها كل ما هي تاخد تشرب من التتبيلة حلوة قوي، وتبقى جميلة كده وجوسي، وتبقى طعمها مزز وتديكي طعم احلى ونكهة احلى. هسيبها بقى كده متغطية. طبعا الغطا ده طلع صغير عندي، فهجيب الغطا الاكبر شوية وهغطيها. بص بحاول معاها برضو بس مش نافع، وانا اصريت على الموضوع ده. جبت بقى الغطا التاني، واديني زي ما بقول لكم اهو، بقول لكم من ساعتين لثلاث ساعات. طيب هعمل ايه بقى هنا بعد ما سبتها تتبل شويه؟ هاجي بقى اجيب بصلايه واقطعها ترانشات كده اهو بالشكل ده، او جوانح زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ومعايا هو حوالي 3 قرون من الفلفل، احمر او اخضر او اصفر، او لو ما فيش مش متوفر عندك الا الاخضر بس حطي. لغايه هنا وصلنا كويس. طب لو وصلت لغايه هنا بقى وريني بقى الشير والسبسكرايب ويا ريت بقى علشان تدعموا القناه بتاعتي وتترفع. ف نتمنى لبعض كل خير ان شاء الله. هقطع طبعا البصلايه بالشكل ده، واحطها في الطبق بتاعي كده علشان طبعا هوريكم دلوقتي اعمل ايه. عندي الهوك بتاعي او الطاسه بتاعتي، احطها كده على البوتاجاز واحط فيها حبه من الزيت. حبة من السمنة المتوفرة عندك، أي مادة دهنية. فأنا مش هحط كتير عشان طبعا عندي البانيه فيه دهون، ف هينزل السمنة بتاعته أو الدهون بتاعته. مش هحمرها بمعنى احمرها، انا بس هخليها تصفر شويه او تطرى شويه، وبعد كده اهوت احط عليها الشاورما بتاعتي بنفس الشكل ده بكل الحاجات اللي فيها بالبصل بكله. طبعا مديه ريحه تحفه تحفه جدا بنفس الطعم والنكهه اللي بنشتريها من بره، بس بنظافه وارخص سعر وكده. تمام. انا بقى معايا بقى هنا الفلفل بتاعي التشكيله بتاعتي كده، وحطها على على الشاورما. عايزه تزودي الفلفل زودي، انا بس اولادي ما بتحبش الفلفل كتير، فعايزه تحطي برضو فلفل حار برضو، دي حاجه ترجع لك انت. هقلبها كده لغايه لما تاخد سوا. واخر حاجه هعملها ان انا هقطع طماطميه مكعبات صغير كده، واحطها في الاخر بالشكل ده بطعمها، بس لكن انا مش عايزاها يا جماعه تستوي فيها. تمام. لغايه هنا نيجي بقى ايه نشوف التوميه. بصوا يا جماعه، دي معلقه، دي كوبايه من الميه، حطيت على نص كوبايه نشا. هقلبها كده وهرفعها على النار لغايه لما تاخد معايا
الشكل اللي هتشوفوه دلوقتي ده، اللي هي تمتزج في بعضيها كده اهوت وتمسك في بعضيها. تمام. بعد كده اهوت علشان طبعا المخده ده ما تصورش معايا، بعد ما احطها على النار كده اهوت وتيجي معايا بالشكل ده وتترفع بالشكل ده. بص المزيج بتاعها كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب الخلاط بتاعي واحط المواد السائله بتاعتي اللي هي ايه، اللي هي نص كوبايه زيت. بص انا حاطاها بس المخده ده ما تصورش. نص كوبايه زيت، ربع كوبايه خل، تمام، معلقه مفرومه من الثوم، معلقه من الملح، نص معلقه الملح. هحط المكونات دي كلها، كوبايه زبادي. احط المكونات دي كلها وهضربها في الخلاط ضربه حلوه، وبعد كده اروح ضايفه عليها البتاع اللي هو النشا بتاعتي اللي انا عملتها على البوتاجاز دي. هديها ضربه حلوه قوي، هتجيني بالسمك اللي انا وريته لكم دلوقتي دوت، اللي هو ايه، الخليط بيبقى بالشكل ده. هعمل بقى ايه، اجي بقى هنا اهوت علشان احط السندوتشات بتاعتي واوريكم بقى بعملها ازاي. انا بجيب مثلا معلقه من التوميه كده في قاع السندوتش، واحط الشاورما واحط معاها بطاطس بقى على اي ما يكون بقى التشكيله اللي انت عايزاها. تمام. طبعا هنا اهوت وصفه سهله وسريعه وبسيطه جدا، الاولاد كلها بتطلبها من بره. انا عملتها بكل تركاتها وحركاتها بشكل نظيف معايا في البيت بالشكل ده. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بص بحط كده اهوت زي ما الاولاد عايزين بقى. بصراحه ربنا كانت طعمها جميل جدا وارخص وانضف من بره. السندوتش ده يا جماعه بيعمل له شير فيلين. طبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.